السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت لكم مربى الفراولة، بس أهم حاجة من خطوات المربى يا جماعة وتسويتها تعقيم البرطمان. أعقم البرطمان بتاعي كويس جدا، أضمن إن الفراولة بتاعتي المربى بتاعتي هتفضل معايا أكبر فترة ممكنة. تمام، من غير ما تعفن ولا تعمل معايا أي عفونة. شايفين لون المربى قمر ازاي؟ ولا طعمها ولا ريحتها؟ كانت تحفة من الجمال، ولا طعمها كان تحفتين، كانت ريحتها قلب البيت ما شاء الله. وصفتنا النهارده جميله جميله جميله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتنالوا اعجابكم وتنالوا رضاكم. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اعملها هنقي بس الحبايه بتاعه الفراوله تكون طازه وسليمه، الحبايه سليمه 100%، ما يكونش فيها اي خدش حتى. تمام كده عشان اضمن ان الفراوله بتاعتي المربى تطلع كويسه جدا. تمام، وتقعد معايا اكبر فتره بره التلاجة او جوه التلاجة. تمام، شايفين الحبايه بتلمع ازاي وحلوه وسليمه. دي اول حاجه، اشيل العرش بتاعها بس الاخضر اللي فوق ده، واغسلها مره واتنين وتلاته تحت الميه الجاريه. تمام، لحد ما الميه بتنضف خالص، ما بيبقاش فيها اي رمل من في الميه. تمام، هاجي هنا لو انا عايزه المربى بتاعتي تبقى ناعمه وبوريه كده، هحطها في الكبه، هضربها بس ضربه واحده بس مش اكتر، عشان خاطر تبقى معايا ناعمه وطريه كده عشان استخدمها للحشوات. تمام، لو انا هعمل مربى سندوتشات وعايزاها قطع كده سلايس، هبقى اقطعها قطع صغيره. تمام، ما تكونش صغيره قوي وبستخدمها. خلاص، النهارده انا عملت بس هطحن شويه في الخلاط كده او في الكبه من غير ميه ولا اي حاجه. تمام، وهشيل كام حبايه فراوله كده احطهم فيهم سلام، اللي هي الفراوله الصغننه خالص زي ما انتوا شايفين كده، كام حبايه كده بس صغيرين. تمام، الحبايه كبيره لا. خلاص كده، بصوا زي ما انتوا شايفين هنا كده، انا ضربتها كده ضربه واحده بس في الكبه. بصوا لحد ما بقت بوريه كده من غير اي ميه ولا سكر ولا اي حاجه. دي اهم حاجه. خلاص كده، ده في حالة لما اكون عايزة الفراولة المربى بتاعتي تطلع بوريه كده وناعمة. تمام، عشان استخدمها للحشوات. هفضي بقى الفراولة بتاعتي في اي علبة عندي او طبق او اي حاجة، عشان هسيبها بقى في السكر يوم بحاله كده او حوالي 3 4 ساعات. هفضي كويس جدا كده من الكبة زي ما انتوا شايفين. وصفة النهاردة كانت حلوة قوي يا جماعة. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. هنا حطيت عليهم حبات الفراوله اللي انا شلتهم كده الصغيرين دول. واهم حاجه حبات الفراوله دي تكون صغيره في الحجم كده، ما تكونش كبيره. عايزين حبات الفراوله دول عايزين نضيفهم في اي وقت هنضيفهم، مش هيأثر خالص. تمام، هنا بقى نسبه السكر اللي انا هضيفها حسب رغبتك، بس اهم حاجه ان انت بتعملي الفراوله صح وبتسويها صح. تمام، اهم حاجه التسويه في الفراوله مش كميه السكر. كميه السكر بتفرق، ان انت عايزاها مسكره قوي او تكون وسط. تمام، انا ما بكترش السكر قوي في الفراوله، يعني دول حوالي، انا كنت جايبه كيلو ونص، عقبال ما نضفتها وخدنا منها كام حبايه البنات وكده، دول حوالي كيلو من الفراوله. تمام، حطيت عليهم حوالي نص كيلو من السكر. الاول كنا بنعمل كيلو سكر عليه كيلو فاكهه. خلاص بقى كده كتير قوي قوي قوي، بتبقى مسكره زياده عن اللازم. بقلب فيها السكر كده، نسبه السكر اللي انت حباها. تمام، بقلبهم كويس جدا كده مع بعض لحد ما يختفي السكر. تمام، حبات السكر بتبقى لسه موجوده، كل ما بتقعد منقوعه في السكر كل ما السكر بيسيح فيها وبيدبل خالص، ما بيبقاش ليه اي اثر. حتى اكتر كميه السكر اللي بتبقى فاضله بتبقى موجوده فيها من تحت. كده خليتها في التلاجة يوم كامل من تحت. تمام، ما بحطهاش في الفريزر. خلاص كده طلعتها من التلاجة، شايفين كده السكر ساح فيها خالص؟ شايفينه بقى بوريه ازاي وبقى زي المية. خلاص بفضيها بقى في الحلة اللي هستخدمها فيها وهعملها فيها واسويها فيها. هحطها كده على النار. اهم خطوة بقى يا جماعة في الفراولة في اي مربى بعملها، ان انا بشيل الريم كده اللي بيطلع على الوش كده او الرغاوي دي اول باول. تمام، بصوا دي بقى اللي بتبقى شايلة اي ميكروب في الفراولة. تمام، وما بتخليهاش تعمل لي عفن، اول ما بتقعد يومين 3 عندي كده بتعفن وبتبوظ. دي اهم حاجة. بصوا بعد ما غليت غلوتين 3، جبت نص ليمونة كبيرة. تمام، وعصرتها عليها. الليمون برضو بيخليها تحتفظ بلونها،
بيخلي لونها حلو قوي، وغير كده كمان بيبقى مادة حافظة، وبيخلي الفراولة بتاعتي تتقل مع بعض وتتربط كده وتبقى ايه، ليها قوام. ده ميزة الليمون. خلاص كده، اول باول كده زي ما انتوا شايفين بقف جنبها ما بسيبهاش. الفراولة يا جماعة لازم، يعني هي بتاخد نص ساعة او ساعة كده على النار. لو انت ايدك فيها بتاخد نص ساعة، لو بتسيبيها وتروحي وتيجي عليها او بتعملي حاجة تانية بتاخد حوالي ساعة، ساعة ونص. تمام كده. شايفين انا معلية عليها النار عادي خالص، بعلي النار شوية واوطيها شوية. شايفين، وبقطف الريمة من عليها. وهنا كده خلاص قربت تستوي معايا. بعرف كده ازاي ان هي قربت تستوي؟ لما الريم اللي بيطلع على الوش ده يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده بيقل خالص. تمام. وبصوا بتتربط قوامها كده، بيتربط معايا وقوامها بيتقل شويه. تمام، قوامها كده بيتقل شويه بشويه. كده خلاص. كده بحدد بقى انا عايزه القوام بتاعها قد ايه. تمام، شايفين كده ان القوام ده مناسب ليا قوي. تمام، لان هي لسه لما هتبرد كمان تخلص خالص وهتبرد هتتقل تاني. كده تمام. بصوا، طول ما انا واقفه بشيل منها الريم كده اللي على الوش الرغاوي دي. تمام. بس ما بحاول ان انا اشيلها من على الوش خالص، على طرف المعلقه زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما اطلعش كميه كبيره. كميه الفراوله طلعت لي الحبه دول بس. تمام كده، واتخلص منهم خلاص. كده بهدي النار خالص على المربى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى هنا الريم انتهى خالص من المربى. بصوا كده اتسوت خالص المربى. وكده ايه، يعني خلاص استوت، يعني مش عايزه تتحط على النار تاني. خلاص ممكن اشيلها، وممكن اخليها بقى، اخليها يعني اخد منها، اخد القوام لحد ما اخد القوام اللي انا محتاجاه. كده شايفين. كده خلاص المربى بتاعتي استوت. هطفي عليها. تمام، واسيبها تبرد خالص واعبيها بقى في البرطمان. هنا بقى القصة الكبيرة قوي، واهم حاجة بعملها في المربى. تمام، بحضر البرطمان بتاعي اللي انا هشتغل فيه، واحط فيه المربى احفظها فيه. تمام، واجيب مية من الغلاية بتغلي. تمام، واعقم البرطمان بتاعي، واسيب المية فيه كده يا جماعة لحد ما ايه تيجي تبرد شوية. تمام. بحضر فوطة بس تكون ناشفة ومتعقمة برضو، مغسولة كويس جدا جدا جدا. تمام، عشان الفوطة دي هنشف بيها برضو البرطمان. ممكن البرطمان اسيبه كده زي ما هو. تمام، وهينشف على كده وهيبقى زي الفل، مش هيحتاج اي حاجة. وممكن ده اسخن الفرن شوية. تمام، واقلبه كده على وشه. تمام، على الشبكة. واسيبه برضو ايه، ياخد راحته كده وينشف في الفرن. تمام. كده البرطمان بتاعي يفضل متعقم كويس جدا. ودي اهم خطوة في عمل المربى. اللي عايز يعمل مربى تقعد معاه حوالي شهر، شهرين، 3 سنة، جوه التلاجة او بره التلاجة مفيش اي مشكلة. اهم حاجة يعقم البرطمان كده. طالما البرطمان متعقم خلاص تمام يعني. كده خلاص هضيف بقى الفراولة بتاعتي جوه البرطمان. تمام، هنزلها في البرطمان كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله، شايفين البرطمان نضيف ازاي؟ دي خطوة مهمة جدا جدا جدا. كده خلاص المربى بتاعتي خلصت. اتمنى تجربوها وتنول اعجابكم وتنول رضاكم. كانت تحفة من الجمال، ريحتها حلوة جدا جدا جدا، كانت قلب البيت من ريحتها الجميلة، وطعمها احلى واحلى واحلى. تمام، طعمها تحفة من الجمال.